السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل بصحة جيدة. اليوم حبيت نجرب معاكم تطبيق تاع خبز التاكوس اللي كنت شاركته البارح معاكم وعجبتكم كامل الوصفة. اليوم حبيت نجرب معاكم في هذا خبز التاكوس، راح نديرو دي كورني مالحين بواحد الحشو يجي بزاف بنين ونقدر نقولوا عليه اقتصادي. هكذا البنات راكم سمعتوا القرمشة، نقول لكم يعني هاد لي كورني يصلحوا رمضان وكذلك المناسبات نتاوعكم للعرضات اكيد ويجوا بزاف بنان. ما عليكم غير تخلونا الجيم والكومنتار الحلو لي كيما نتوما، ونروحوا نشوفوا طريقة التحضير والمقادير مع بعض. اكيد راح نشارككم كذلك في الاعداد القادمة اذا كنتوا حبيتوا مايونيز صنع منزلي هكذا ولا صلصات اخرى كذلك تليق مع هذه المملحات في رمضان بحول الله. يعني عدة صلصات راح نحطها لكم إن شاء الله في فيديو بإذن الله. نقولوا بسم الله وعلى بركة الله. هنا يا خياتي جبت لي كورني دياولي كيما راكم تشوفوا، عفوا جبت خبز التاكوس بعد ما قسمت كل وحده على اثنان، يعني حكمت الخبزه قسمتها على اثنان وعدت نشكل هكذا في لي كورني ديالي. دونك البنات اللي حبت تعرف كيفاش يعني احتفظت يعني بهاد الخبزات، نقول لكم حطيت 4 ولا 5 كيما شفتوا في الفيديو اللي سبق كنت خدمت معاكم خبز تاكوس، ومن بعد غلفتهم مباشره بعد ما بردوا غلفتهم بالبابي فيلم، يعني غلفتهم مليح بلا ما نعوجهم وحطيتهم هكذا في سنيوه كان السطح تاعها مستوي اكيد وخليتهم يتجبدوا. من بعد حبيباتي صباح يعني كي حبيت نصور معكم الوصفه جبتهم نحيتهم البابي فيلم مباشره وبداو يتنحوا يعني بالوحده يعني ما لصقوش، ومن بعد يعني فرقتهم كاع على بعضهم باش ما يشمخوش بعضهم وخليتهم يعني جوست ما تلقوا رواحهم مليح مليح ويعني ما داوليش كامل وقت كبير. هيا بديت درت الحشو تاعي وبديت تصوير معاكم، يعني الوصفة ناجحة مليار بالمئة مباشرة. يعني محنا في هذا الوقت اللي خليتهم يعني يتلقوا رحت درت لكم الحشو اللي هو كمية من البصل كما راكم تشوفوا، كذلك راح نديروا له الثوم. هذا الحشو والثوم راح يكون اختياري ولكن يعطيكم بنة بزاف هايلة. هكذا حبيباتي قلت لكم جبت كمية من الدجاج، توابل الشاورما اللي انا نقدر نقول لكم ضروريين يعطوكم بنة بزاف هايله، درت شويه تاع كمون وشويه تاع فلفل الكحل واكيد نحط شويه تاع الملح، وفي البدايه كامل اكيد حطينا شويه زيت البنات. هكذا حبيباتي يعني حاجه فريمون سهله. هنا برك حبيت نوريكم الطريقه، على بالي راح نصيب مبتدئات وراح نصيبهم يتسائلوا كيفاه شكلتي الكورني يعني بالتدقيق. شوفوا البنات، نحكموا هكذا الخبزة نلوها في النصف يعني قس باش نعرفوا برك نعلموا المنتصف، ومن بعد نجيب هكذا بالموس ونقسم الخبزة إلى نصفين حتى نتحصل على كمية يعني المراد تشكيلها مملحات. يعني تحبوا ديروا 5 6 جيبوا، يعني إلا كنتوا حابين مثلا ديروا 4 جيبوا 2 خبزات، ماذا بكم حابين ديروا 6 جيبوا 3 خبزات وهي رايحة. هكذا البنات نقلب الخبزة يعني باش نعلم المنتصف نطويها عفوا، ومن بعد نجي هكذا بالموس نشكل انصاف تاع خبز التاكوس بهذه الطريقه، ومن بعد نشكل لي كورني تاوعي كيما كنتوا شفتوا سابقا. ومن بعد خياتي في هذه الاونه نوجد صينيه باش نحط برك فيها المملحات ديالي. الحشو تاعي كون ضفت له شويه فرomاج غابي، وكذلك فيما بعد يعني راح نضيف له فرomاج مثلثات ولا جبن طري هكذا باش الحشو تاعي يكون متماسك، وكي نحطه في الكورني تاعي يعني ما يطيحش منه. يعني كان نرقد الكورني تاعي في سنيوه هذاك الحشو يبقى متماسك في الكورني وما يطيحش منه. هكذا حبيباتي راح نعمر الكورني ديالي، وقلت لكم هذاك هو الغراء اللي هو عبارة عن فرينة وماء، بعد ما خلطهم جيدا نغلق بهم التقاء العجين، ومن بعد يعني نحطهم على التقاء العجين هكذا حبيباتي باش هذيك لاكول تنشف وتحكم روحها. في هذه الاونه قلت لكم درت 2 كورنيات، ومن بعد فقت بلي الحشو ماهوش متماسك مليح ضفت له قلت لكم فروماج فوندو ولا فروماج طري، فضفت له كمية يا البنات حوالي 3 يعني مثلثات، وخلطت مليح الحشو تاعي باش الحشو تاعي يجي متماسك، ونعمر الحشو تاعي بالاستعانة بالأصبع هكذا حبيباتي. وفي الأخير ندير هذاك الغراء باش نلصق هكذا الكورني تاعي وما يتحلش نهائيا في المقلة هكذا حبيباتي.
وراح نكمل كامل يعني بقية الكورنيات بنفس الطريقة. هنايا جبت شوية تاع لا شابلور، خبز مطحون، جبت حبة تاع بيض ضربتها، كمية من الفرينة والبلا اللي راح نحط فيه المملحات. هنا بعد ما حكموا روحتيهم، شوفوا البنات تحبوا تحطوهم في المجمد يتجمدوا وتجمد هذيك لاكول، سينو تخلوهم هكا على برا مدة زمنية، ومن بعد يعني ديروا هاد الخطوات. شوفوا البنات انا هنا عفوا خدمت بيدي، وكنت كي نلحق لا شابلور بعد يعني تكون يدي شمختها بالبيض نروح نمسحها ولا نغسلها باش نجي نكمل العملية. أنا ساعات نصيب راحة كي نخدم بيدي، وأكيد يعني للتصوير يعني توجور نلجؤوا للأمور مثلا كيما لابانس وكلش هكذا باش ما نصيبوش بعض التعليقات اللي يقولك علاش تخدمي بيدك. كل وحدة حرة في دارها وكل وحدة كيفاش تصيب راحتها في خدمتها. دونك البنات يعني نتوما إذا كما تحبوش هاد الدغنجيق كامل خدموا بفرشيطة ومغيرفة وانتوما فريتوها هكذا حبيباتي. من بعد أكيد الزيت تاعكم تكون سخونة هكذا غالياتي، ونحطوا لي كورني الواحدة تلو الأخرى وعلى نار متوسطة نستناوهم جيست ما نشوفوهم بداو يحمروا من تحت نقلبوهم باش يدوا جه الشباب. ماذا بيكم تعسوهم باش ما تضروش يعني تقلبوا فيهم، جيست تخلوهم ياخدوا تحميرة شابة، قلبوهم ضربة واحدة كيف عفوا ياخدوا تحميرة شابة وتنحوهم من المقلاة مباشرة، تحطوهم على ورق ماس هكذا غالياتي. كيما راكم تشوفوا حبيبات القلب يعني هاد المرة راني زدت درت لكم هاد المملحات. المرة الجاية يعني راح نبدل لكم أكيد في الفيديو، يعني برك حبيت برك اليوم نلبي لكم تطبيق هاد الخبز التاكوس باش كامل تجربوه وما تخافوش وتعرفوا يعني طريقة الحفظ ديالو. أما شحال يقعد في المجمد نقول لك أختي العزيزة خدميهم قبل رمضان باش تستهلكيهم في رمضان. ما عنديش فكرة يعني كبيرة على شحال يقعد في المجمد، لأنه هاد الأمور نخدمهم أنا يعني يعني قريبة للموسم. يعني إذا كان رمضان مثلا بقاولوا سمانة نخدمهم ونخليهم في المجمد، وكل ما يخلصوا نعاود نجدد وهي رايحة. يعني ما نديرش كميات كبار اللي نقدر نقول لك مثلا تخليهم شهرين ولا 3 شهور، هذه الله أعلم. أكيد بعد ما قلت لكم حطيتهم على ورق ماس هكذا حبيباتي. زينتهم هكذا وحطيت معاهم مايونيز صنع منزلي، قلت لكم راح نشاركها معاكم بإذن الله. تزيين طبق راح يكون اختياري، تقدروا ديروه مع سلطة كذلك يعني، والداخل كل ما كترتوا الفرماج راح يجي مفرمج كغالياتي. ونقول لكم شهيتكم في الجنة جو بزاف بنان ومشبعين، يعني تقدري تاكلي حبة ولا حبة ونص مع بول تاع لاسوب وانتيا اشبعتي يجو يعني ما شاء الله. كما كنتوا شفتوا هذا الحشو يعني فيه الكمية من الجزر، هكذا تقدروا تكلخوا لولادكم وياكلوا الخضار. تقدروا ديروا حتى لاكورجات يعني ترابيوها كما رابيت الجزر، يعني راح يكون الحشو يعني غني بالخضار وراح يكون بزاف بنين. ونقول لكم الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.